في عميل بقى طلب ربع بن، فتعالوا نعمله مع بعض، لان بصراحه اما دقت البن في الاخر كده كان طعمه جميل قوي، فقلت لازم اصوره لكم. خد 100 جرام من البن الجيتومالي، ولما سالته ليه قال لي ان هو بيحب الكولومبي بس ما بيحبش المره بتاعته، فاختار الجيتومالي. وبعدين قال لي انا بظبط الكريمه ب 50 جرام من البن البرازيلي اللي هيظبطوا الكريمه مراته قليله جدا. وبعدها راح ظبط الريحه ب 50 جرام من البن الحبشي اللي بيخلوا ريحه القهوه حلوه جدا. خد 25 جرام اندونيسي هيظبطوا له الوش، 25 جرام هند روبستا هيظبطوا له القوام بتاع القهوه. وبعدين حوجها بقى ايه ب 2 جرام بالقرنفل كده، و1 جرام بالورد، دول بيخلوا القهوه ريحتها حلوه جدا. وبعدين خد 2 من جوز الطيب بتخلي القهوه مزه كده، بس بصراحه بحبها في القهوه. 10 جرام بالحبهان، ولو انت ما بتحبوش ما تضيفوش. 5 جرام من الجينسنج وده مهم جدا بيدي طاقه وبار. وبعدين قلبنا الكلام ده كله ونزلنا طحناه له، وقلت له قبل ما تمشي من المحل لازم تجرب فنجان قهوه وتقول لي رايك في ايه. عملت له فنجان قهوه على الاوكا كده، وبصراحه طلع القهوه جميله جدا، وانا دقت منها فنجان برده كانت رائعه. فانصحكم بالتوليفه ديت لو انتوا كيفين قهوه. وما تنساش لو انت ما تعرفنيش فانا علاء فوده، وكل يوم بعمل لك خلطه قهوه مختلفه.